بصي بقى يا ست الكل، دول كانوا اقل من كيلو اجنحة. كانوا عاملين 65 جنيه. انا كنت جايبة الكيلو يعتبر ب75 جنيه. انا بجيب من واحد اسعاره ارخص من اي حد بره. لو عايزين تعرفوا انا بجيب منين وانتي من الفيوم، اكتبيلي وابعتلك انا بجيب منين. وهنا بقى جبتها وغسلتها وعملت لها النقع، وبعد كده غسلتها بقى كويس. والتتبيلة بتاعتنا فلفل اسمر، بابريكا، كل التوابل اللي انت عايزة تحطيها حطيها. 7 بهارات. انا حطيت معظم التوابل اللي عندي. بصل بودر، توم بودر، كاتشب، مستردة، بابريكا، كل حاجة عندك عايزة تضيفيها ضيفيها، بتبقى تحفة وبتوديها في حتة تانية. وهنا دي بقى كانت عندي بابريكو. دي كانت فظيعة. لو موجودة تمام، مش موجودة عادي مفيش مشكلة. بقلب كل الخليط ده مع بعضه مع الملح. طبعا تظبطي الملح بتاعك وتقلبي الخليط ده كويس جدا مع بعض لما كله يتشرب مع بعضه. ويا ريت بقى لو تسيبيها ساعتين كده في التلاجة تتشرب من التتبيلة الحلوة دي. وهنا كنت مجهزة معايا دي شوية لبن مع دقيق، عملتهم ضربتهم في بعض كده مع شوية فلفل اسمر وملح. طبعا انا بحط بيض، بس للاسف ما لقيتش عندي بيض في التلاجة. فعادي، احنا قلنا ما بنقفش على حاجة. مفيش وصفة بنعملها بتقف على حاجة مش عندنا، بنتصرف وبنشوف البدايل. وهنا بقى جبت الأجنحة وحطيتها في الدقيق، وبعدين في الخلطة بتاعتنا دي، وبعدين في البقسماط او والكريسبي اللي عندي. مش عندك كريسبي ولا بقسماط، انا عادي بعملها بدقيق، بحطها في الخلطة بتاع السايلة دي وارجع احطها في الدقيق تاني. اللي عندك واللي موجود هيشتغل، مش هيقول لا. بكرر كل الكمية دي. وشايفين ما شاء الله معايا كم رهيب منها. ليه؟ لان انا مقطعاها كويس، مقطعه الجناح لوحده والحته بتاع الدبوس دي لوحده. طبعا لما بتتقلي بتزيد وبتبقى حلوه كده، وبتلاقيها فيها بركه وحلوه جدا. الكم اللي معايا ده اقل من كيلو، صدقوني. شوفوا بقى عامل ازاي. احنا بايدنا ان احنا نشغل دماغنا ونبدأ نعمل اكلات حلوة، ونقول لا. والدنيا لا، الولاد بيتبسطوا جدا بالاكله دي وبيبقوا فرحانين بيها، بس المشكله ازاي نقدمها لهم بالطريقه اللي هم بيحبوها. وهنا بقى عشان تستوي معاكي كويس وما تبقاش بدم، لان هي بالعظم بتاعها ونية، بجيب الزيت بيبقى سخن زي ما انتوا شايفين، وبنزل بديها صدمة على الوش ده وعلى الوش ده، الوجهين. وبعدين بهدي النار، بتبقى وسط لحد ما تستوي من جوه خالص. ما بقلبهاش الا اذا خدت لون عشان الكفر بتاعها ما يخلعش ويبقى شكلها مش حلو. هنا ده كانت تجربة قطعتها بالسكينة عشان اوريكم ان هي ما فيهاش دم خالص ومستوية جدا، حلو جدا. وبسويها نية زي ما هي بالعظم بتاعها، وكانت تحفة بجد. بيعشقوها ويدمنوها احسن كمان من الفراخ اللي على بعضها، بيحبوها جدا. جربوها وقولوا لي ايه رأيكم فيها. كنتم مع سارة في وصفات سارة. انتظروني في فيديو جديد ووصفة جديدة. باي باي.